السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال يا رب، اللهم امين. كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الطعمية في البيت. او الفلافل. هنعملها بطريقة سهلة قوي يا بنات، زي ما انتم شايفين قد ايه جميلة وهشة واخدة لون حلو جدا. ان شاء الله هتطلع معاكي احلى من بتاعة المطاعم واحلى بكتير. سهلة ومش مكلفة خالص، خصوصا بقى لو هنعملها لسحور رمضان. وطبعا علشان نحضر سحور محترم كده مش اقل من 20 جنيه طعمية. عايزه اقول لكم بجد الواحده دلوقتي يعني الله المستعان على كل حال، بجد بقت قد الحبايه اللي عند اللزوم. احنا بقى هنعملها في البيت بطريقه سهله، وهتبقى احلى واوفر كمان وطعمها احلى بكتير. عايزه اقول لكم والله زوجي يعني واولادي انبهروا بطعمها. ما كانوش مصدقين خالص ان هي معموله في البيت من كتر ما كانت هشه وخفيفه. وكمان طعمها حلو جدا. وشايفين بقى اخده لون حلو جدا من غير ما تشرب زيت. ومقرمشه وزي ما انتم شايفين يعني مستويه جدا من جوه وطعمها حلو جدا. نبدأ بسم الله ونحضر العجينة بتاعتها ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم أمي وأموات المسلمين يا رب العالمين. ونبدأ بسم الله. ده كيلو فول يا بنات، اسمه فول مدشوش، طبعا بتشتريه من عند أي عطار. بس هاتي كده اللي بتكون حبايته صغيرة ومش بتكون كبيرة قوي. أول حاجة طبعا بننقيه من أي شوائب بتكون موجودة فيه. وبعد كده بقى بناخده يعني بنغسله كويس جدا. عشان طبعا لو فيه تراب أو أي حاجة، وبننقعه بقى في مية عادية خالص من الحنفية. انا مش بنقعه اقل من 3 ساعات ومش اكتر من كده بصراحه. لان طبعا الفول لسه هينضاف عليه خضره وبصل وحاجات، طبعا الحاجات دي كلها بتنزل يعني كميه سوائل. فطبعا لو نقعناه وقت طويل هو كمان هيطرى جامد، فطبعا ده هيخلي بقى العجينه مننا ممكن تفك اثناء التسويه. انا اخدته كده في طبق غويط علشان لما هيشرب طبعا الميه حجمه هيزيد وهيبقى بالشكل ده. انا بوريكم هنا ده شكله بعد ما عدى عليه 3 ساعات. وخلوا بالكم زي ما قلت لكم الخطوه دي مهمه جدا. بلاش تنقعوا الفول اكتر من 3 ساعات. لانه لسه طبعا هينضاف عليه الخضار والبصل زي ما قلنا وهيطرى اكتر من كده. وعلشان كمان لو زودتي وقت النقع اكتر من كده ممكن الفول منك يبوش، حتى لو كانت المقادير بتاعتك مظبوطه فالعجينه هتبوظ منك. اخدته بقى كده شطفته شطفه كويسه وحطيته كده في مصفى علشان طبعا لو في اي سوائل نتخلص منها خالص. طيب المكونات بقى اللي هنضيفها على الفول المدشوش ده علشان تخلي الطعميه بتاعتنا زي اللي بنشتريها واحلى كمان. اول حاجه يا بنات هنضيف كده حوالي نص راس توم. وعايزه اقول لكم بقى التوم اساسي في الطعميه. يعني ممكن تستغني عن البصل خالص لو مش بتحبي طعم البصل او ريحته في الطعميه. ولكن التوم ما ينفعش خالص، التوم من الضروريات والاساسيات في عمل الطعميه. معايا كمان كده بصلتين صغيرين خالص، او ممكن بصله واحده كبيره وتقسميها كده على 4 قطع. ودي بقى حزمة كرات بلدي يا بنات، وعايزة اقول لكم طعمية يعني كرات. دي بقى الطريقة الأصلية اللي يعني بيستخدمها مطاعم الفول والطعمية في عمل الطعمية وبتكون حلوة جدا. وبنبقى مش عارفين يعني ايه سر طعمها الجميل ده. هو الكرات يا بنات، طبعا لو مش موجودة عندك ضيفي بقى النكهة اللي بتحبيها سواء بقى خضرة أو كزبرة. بس بلاش برضو تضيفي شبت علشان الشبت هينزل كمية مية كتير. وهيخلي بقى العجينة بتاعتك طرية جدا وممكن تبوش منك وانتي بتقليها. هاتي بقى الكبة اللي هتشتغلي فيها او الخلاط، ينفع كمان يا بنات في الخلاط. ولكن كده ترتبي الخطوات بحيث انك تحطي الاول الخضرة بتاعتك اللي هي الكرات او الخضرة اللي هتشتغلي بيها. وبعد كده تفرميها كويس قوي في الاول علشان يعني لما تضيفي عليها الفول يتفرم معاكي كده بسهولة وما يكونش تقيل على الكبة او الخلاط. وفي الوقت بقى اللي الكرات بيتفرم فيه هنبدأ بقى نضيف التوم بالشكل ده. عايزه اقول لكم ترتيب الخطوات ده مهم جدا، خصوصا لو هتشتغلي في الخلاط بتاعك لو ما عندكيش كبه. وده طبعا عشان ما يكونش الحمل تقيل على على الخلاط ولا قدر الله يتحرق منك. يبقى احنا هننزل بالخضره بتاعتنا الاول والثوم. وبعد كده هنحط البصل ونفرمهم فرم ناعم جدا لحد ما ينعموا معانا خالص. اول بقى ما تلاقيهم نعموا معاكي جدا وخلاص يعني كل السوائل اللي موجوده فيهم اتعصرت، هنبدا بقى ننزل بالفول حبه بحبه. وبعد كده بقى نبدا نفرم ونرجع نكمل. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو صلي على النبي في التعليقات واكتبي لي تعليق حلو وحط لايك للفيديو علشان يوصل لناس تانية كتير. طبعا لو مش مشتركة في القناة نورني طبعا اشتراكك وتكوني اختي من اخواتي. بعد كده يا بنات حطيت بقى كده شوية فول، هبدأ يعني اقسم الكمية بتاعتي كده على يعني على حوالي 4 أو 5 مرات لحد ما كمية الفول تخلص معايا. طبعا لو بتحبي لون العجينة بتاعتك يكون غامق هتزودي كمية الخضرة او كمية الكرات اللي اتفقنا عليها. ولكن احنا النهاردة هنعملها باللون المظبوط اللي بيكون لون الطعمية الجاهزة اللي بنشتريها من بره. فرمت كده شوية في الاول وبعد كده بقى هبدأ احط شوية كمان لحد بقى ما تنعم معايا خالص. وهكرر العملية يعني كل مرة لحد ما اخلص الكمية كلها.
شايفين بقى هنا لون العجينة فاتح ازاي؟ هنا بقى كل شوية طبعا كنت بوقف علشان يعني هتلاقي كده شوية حاجات فوق كده يعني في وش الكبة من فوق وفي الجناب بتاعتها. فطبعا يعني لسه ما اتفرموش معايا، هحاول بقى انزلهم بالمعلقة كده وارجع افرمهم مع بعض تاني. وطبعا العجينة زي ما انتوا شايفينها كده لسه خشنة معايا ومحتاجة تنعم اكتر من كده بكتير. فمعروف طبعا ان العجينة بتاعت الطعمية لازم تكون ناعمة جدا جدا علشان تطلع معاكي مظبوطة وكمان ما تفكش منك. طيب انا هسهل على نفسي الدنيا بقى وهنزل كده الكمية اللي انا فرمتها، هاخد منهم كده شوية صغيرين واحط عليهم بقى بقية الكمية اللي لسه ما اتفرمتش معايا، بحيث يعني اسهل الدنيا كده على نفسي والكبة تشتغل معايا كده وينعموا معايا بسرعة. عجينة الطعمية يا بنات لازم نفرمها مرة واتنين وتلاتة لحد ما تنعم معانا خالص. هي طبعا استحالة تنعم معاكي خالص من أول مرة، فما تقلقيش خالص لو حسيتي إن هي لسه حب أو خشنة معاكي. هنزود كده حوالي معلقتين مية، بمعلقتين لحد ما تلاقيها نعمت معاكي خالص. وطبعا مع الفرم المستمر يعني هتفرميها مرة وترجعي تفرميها تاني. أنا هنا حسيت إن هي خشنة معايا لسه شوية، فزودت كده حوالي معلقتين من المية وألم بيهم كده العجينة كويس لحد ما تنعم معايا خالص. حسيت ان هي محتاجه كمان يعني حوالي معلقتين ميه، كمان حطيت معلقتين. طبعا انت بتشوفي قوام العجينه قدامك، لو حسيت ان هي محتاجه معلقه معلقتين معاكي لحد ربع كوبايه مش اكتر من كده يا بنات علشان ما تفكش منك. يعني جهزي كده جنب منك ربع كوبايه ميه وتسحبي منها كده معلقتين بمعلقتين لحد ما تنعم معاكي خالص وتوصلي للقوام اللي انت عايزاه. ولو حسيتي في الاخر خالص ان الميه بتاعتها زياده او فيها كميه ميه كده باينه على الجناب بتاعتها او على الوش، مفيش اي مشكله، هتاخديها كده في المصفى بتاعتك وهتصفي منها شويه الميه الزياده اللي موجودين فيها. بصوا هنا بقى اللهم بارك، يعني ناعمه جدا ولونها حلو قوي، وكمان القوام بتاعها المظبوط اللي انا كنت عايزه اوصله. زي ما انتم شايفين. يعني ما فيهاش اي حاجه بقى خلاص ناشفه او خشنه او كده. طبعا هي قوامها لازم يكون ناعم جدا جدا جدا، بس ما يكونش فيها في نفس الوقت نسبه سوائل كتير. شايفين؟ طبعا زي ما قلت لك حسيتي ان فيها نسبة مية او نقطة مية، مفيش اي مشكلة، ما تقلقيش خالص وتقولي ان هي باظت منك. لا خالص، هتاخديها كده في المصفى السلك الناعمة خالص وتحطيها كده وتعصري بالمعلقة لحد ما تنزل المعلقة او المعلقتين المية الزيادة اللي بيكونوا فيها. وده بيكون القوام بتاعها يا بنات اللي هيدينا نتيجة حلوة جدا. طيب احنا بقى عاوزين نعمل طعمية تكون هشة ومنفوخة و... ويعني خفيفة كده وجميلة وفي نفس الوقت مقرمشة جدا من بره زي اللي بنشتريها من المطاعم. هنعمل ايه؟ ركزوا معايا بجد يا بنات في الخطوة دي، والله هتدعولي على الطعمية اللي هتاكلوها وهتحسوا ان هي زي بتاعت بره واحسن وانضف واجمل بكتير. هنا كنت بوريكم برضو قد ايه بتكون ناعمة وفي نفس الوقت ما فيهاش ولا نقطة مية، يعني ما فيهاش كمية سوائل، كل طبعا المقادير اللي حطيناها عليها مظبوطة جدا. طيب نعمل ايه بقى عشان الطعمية بتاعتنا تكون هشة كده وخفيفة وفي نفس الوقت مقرمشة من بره؟ الهاند بقى بلندر بتاعك او المضرب الكهربائي. ولو مش موجود عندك ولا هاند بلندر ولا مضرب كهربائي عادي جدا، المضرب السلك اليدوي طبعا موجود عندنا كلنا في المطبخ. هنبدأ بقى نفور العجينة كده. طيب يعني ايه هنفورها؟ يعني هندخل جواها كده هوا، وده بقى اللي بيخليها هشة يا بنات ومقرمشة زي بتاعة المطاعم بالظبط. طبعا هما بيعملوا كده في المطعم ولكن بيستخدموا حاجة اسمها الحجر. طبعا المضرب بيأدي نفس النتيجة لأن طبعا يعني هو ده اللي موجود عندنا في البيت، وده اللي هيخلي بقى الطعمية بتاعتنا كده جواها هوا ومنفوخة وفي نفس الوقت مقرمشة. وعايزة اقول لكم كمان يعني الخطوة دي بجد هتخلي بقى يعني العجينة بتاعتك مهما تقعد معاكي في التلاجة او في الفريزر استحالة بقى تشرب كمية زيت لما تيجي تطلعيها وتقليها. صدقوني والله تعملوا العجينة بنفس الخطوات هتاكلوا طعمية، يعني عايزة اقول لكم اقسم بالله بتكون وهم وطعمها حلو جدا. انا بجد انبهرت بالنتيجة بتاعتها. وعايزة اقول لكم الخطوات دي يعني سهلة جدا وما فيهاش اي صعوبة. يعني كل الفكرة بس ان احنا ننقع الفول 3 ساعات زي ما اتفقنا، ما نزودش كمية النقع بتاعته. نحاول كده نلاقي كرات في السوق، طبعا هو موجود كتير في الفترة دي. عايزة اقول لكم ان محل يعني مطاعم الفول والطعمية بتخزن الكرات ده في التلاجة عندها في اكياس كده، ووقت ما بتعمل الطعمية بتطلع كمية كده وتفرمها لانه بجد بيدي نتيجة وطعم حلو جدا. بالنسبة بقى لخطوة المضرب دي بجد حلوة، بتخلي العجينة بتاعتك هشة وقوامها حلو جدا، وبتخلي كمان الطعمية استحالة تشرب منك زيت. وزي ما قلت لك لو مش موجود عندك بالمضرب السلك عادي جدا. هاخد بقى منها طبق كده صغير هقليه معاكم علشان اوريكم قد ايه الطعمية جميلة، والباقي بقى كده هبدأ افرزه في علب ان شاء الله طبعا لسحور رمضان. وعايزه اقول لكم يا بنات العلب دي حلوه جدا جدا في التفريز، يعني على قد طبق الطعميه كده.
شوفي بقى لو هتعملي الطعمية الصغيرة الطبق ده يعمل معاكي كمية حلوة جدا. يعني لو هنشتريه من بره عايزة اقول لكم مش اقل من 20 و30 جنيه. بجد الاسعار بقت اوفر خالص، فبجد يعني اللي يقدر على حاجة يعملها في البيت سهلة وبسيطة. وطبعا المكونات كلها موجودة وموفرة، وفي نفس الوقت حاجة نظيفة ومضمونة. احنا طبعا مش ضامنين يا بنات الزيت يعني اللي الطعمية بتكون مقلية فيه بيكون جاي منين ومعمول ازاي، خصوصا طبعا ان يعني الناس كلها دلوقتي بتبيع الزيت للعربيات اللي بتمشي في الشارع. فده طبعا حاجة يعني تخوف بجد، الله المستعان على كل حال. فبجد اللي يقدر على حاجة يعملها في البيت ما يترددش خالص، خصوصا بقى في الظروف اللي احنا فيها دي. تعالوا بقى اوريكم يعني عملت معايا كميه حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك. وهحط بقى بقيه الكميه كمان في الاطباق الفل. حابه برضو تخزنيها في اكياس مفيش اي مشكله، خزني بقى الكميه اللي انت عايزاها. يعني على قد بقى طبق الطعميه، عاوزه 10 عاوزه 12 عاوزه 20 قطعه. صدقيني هي بتعمل كميه حلوه قوي. و ولو حابه تجربي في نص كيلو برضو جربي، ولكن يعني قسمي المكونات اللي انا عملتها معاكي. هشيل بقيه الكميه كده في الاطباق الفل دي. وزي ما قلت لكم اللهم بارك عملت معايا كميه حلوه جدا. تعالوا بقى اوريكم بتبل الطعميه بايه وبتكون طعمها حلو جدا زي الجاهزه واحلى كمان بكتير. بس الاول كده صلوا على النبي تحت في التعليقات وحطوا لايك للفيديو وكمان اشتركوا في القناه. اول حاجه بحط شويه ملح كده صغيرين، وطبعا الملح على حسب رغبتك وعلى حسب الكميه اللي بتشتغلي فيها. بحط كمان نص معلقه صغيره من الكزبره الناعمه، ونص معلقه صغيره من الكمون الناعم. وبطرف المعلقة بقى يا بنات بحط رشة صغيرة خالص، حاجة بسيطة جدا من القرفة، بس بجد بتودي طعم الطعمية في حتة تانية خالص. هتقلب معاكم كده لطعم الطعمية السوري أو الفلافل السوري. بجد جربوها هتفرق جدا في طعمها وريحتها وبتبقى حلوة جدا. قلبتها بقى كويس قوي بالشكل ده. وطبعا لو حابة تستغني عن سنة القرفة ومش حباها في طعم الطعمية مفيش أي مشكلة، هي طعمها مش بيبان خالص، ولكن هي اختياري بس بجد بتدي نتيجة حلوة جدا. التوابل يا بنات بتاعت الطعمية كزبرة وملح وكمون فقط، وبس كده. وما تزوديش كمان فيهم علشان البهارات الكتير بتخليها تغمق معاكي. ويعني ما ينفعش نحط فلفل اسود يا بنات ولا توم باودر ولا بصل باودر ولا توابل، لا خالص طعمها يبقى وحش جدا. شوية مية بقى جنب مني وشوية سمسم علشان طبعا احطهم على وشها وتكون زي الجاهزة بالظبط. ببل بقى المعلقة في الأول وباخد كده على قد كورة صغيرة من العجينة، وببل ايدي كده وبحطها في السمسم وبحط ايدي كده على وش الطعمية علشان السمسم يلزق على الوش وتكون زي اللي بنشتريها ويعني وتكون جاهزة معانا بالظبط. مش بطبقها بايدي، يعني مش ببططها كده، لا انا بسيبها كده منفوخة زي ما هي. وعلشان كمان ما تبقاش رقيقة خالص، لا انا عايزاها تطلع كده هشة ومقرمشة وفي نفس الوقت كده يكون شكلها جميل. طيب بنقليها في الزيت ازاي علشان تستوي كده كويس وما تكونش طرية من جوه؟ الزيت في الاول يا بنات بيكون دافي، يعني بلاش كده يكون الزيت يغلي معاكي وتحطي فيه الطعمية، طبعا هتغمقي معاكي بسرعة وهتاخد لون وهتبقى يعني مش مستوية وهتفضل طرية من جوه. طبعا لما بتاخد لون بقى يعني بتقلبيها بقى على الوش التاني بالشكل ده. طيب لو بتعملي كمية استني ما تحطيش الكمية التانية غير لما الزيت يهدى معاكي خالص، علشان كلها كده تطلع نفس اللون وتبقى واخدة نفس القرمشة وكلها تبقى مستوية وجميلة. اللهم بارك زي ما انتم شايفين، تحفة تحفة يا بنات، بجد بتمنى كلكم تجربوها بنفس الطريقة. واخدة تسوية ولون حلوين جدا، كلها هشة ومقرمشة وطعمها حلو جدا. طبعا لو حابة تصغري الحجم عن كده زي ما تحبي، حابة تكبري حجمها زي ما تحبي، بس يعني كل ما كان حجمها صغير كل ما كانت مستوية اكتر وعملت معاكي كمية حلوة وكمان طعمها حلو جدا. صدقوني الطعمية بالطريقة دي احسن مليون مرة من اللي بنشتريها من بره ومش عارفين الزيت بتاعها مصدره ايه. وكمان المكونات كلها يعني حاجات مضمونة وحاجات مغذية ونضيفة وموفرة جدا في ظل الغلاء والظروف اللي احنا فيها. بتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه وتجربوا الطعمية بالطريقة دي، وان شاء الله هتعجبكم جدا وهتدعولي عليها. عايزة اقول لكم ولادي ويعني وزوجي انبهروا بيها، لان انا مش كتير بعمل الطعمية ولكن كل مرة بعملها بصراحة بتطلع معايا حلوة جدا. ان شاء الله كده هنتسحر منها في رمضان ومش هنشتري بقى طعمية اللي هي قد الحباية وصغننة كده والواحدة بجنيه وبجنيه وربع، لا احنا هنعمل كمية حلوة جدا في البيت بمنتهى النظافة، وهتطلع معانا مقرمشة ولونها حلو جدا وطعمها وريحتها بجد كانوا قلبين الدنيا كلها. حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، واستنوني في وصفات تانية كتير، واشوفكم على خير واقول لكم كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.